بحاجة إليه في فضائنا الشمال الأفريقي وفي فضائنا المغاربي. أعجبت كثيرا بما حققه من إنجازات. يعني لما تشوفوا مدينة كالعيون فيها 90 ملعب قرب، إنجاز. وهذا التطور الذي تعرفه العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، والتي أنا شخصيا أصبحت أؤمن أكثر من أي وقت مضى بأنكم أكثر نموذج يمكن الاقتداء به على مستوى فضائنا المغاربي. المنطقة تشهد استقرار، تشهد تطور على جميع المستويات، حياة سياسية مفعمة، كاين ممثلين ساكنة على عكس ما يتم الترويج له من الجانب الآخر، وهذا يعني مكسب لمنطقتنا المغاربية. نتمنى إن شاء الله أن زيارتنا اليوم تعطي واحد الرسالة لشعوب شمال أفريقيا بأن العيون على وجه الخصوص خطأت خطوات كبيرة فيما يخص جميع يعني الممارسة السياسية أولا، والتنمية التي تعرفها المنطقة منذ أن تم تحرير الصحراء سنة 1975.